عرفي بنفسك. اسمي دينا سعيد. فرقة وكلية. فرقة أولى، سنة أولى كلية حقوق. حلمك ايه او كان نفسك تبقي ايه؟ كان نفسي أبقى محامية، وكنت بدعي ربنا كتير أوي في تالتة ثانوي إن أدخل محامية، والحمد لله ربنا استجاب. الحمد لله. طب كان نفسك تبقي ايه جوه بقى حقوق ذات نفسها او لما آه تتخرجي منها؟ نفسي أبقى وكيلة نيابة، كمان أخش تخصص جنائي كمان. طب هو الحلم دوت كان من وانت صغيرة ولا هو بس كان في لا، ثانوي؟ ده في ثانوي. كنا أصلا وأنا صغيرة كان نفسي أبقى طب أسنان أصلا. طب ايه اللي خلاكي تغيري الحلم؟ الفيزياء كنت بكرهها. كلنا كنا دي اللي بنكرهها. خلتني غيرت الحلم، جيت في ثانوي بقى حبيت حقوق بصراحة. هو انت كنت علمي؟ لا، أنا كنت أدبي. أنا كنت جيت أدبي. اللي خلاني دخلتش علمي الفيزياء بس. طب ليه استسلمتي مع ان كان طب يعني حاجة جديدة؟ مش عارفة بصراحة، لقيت نفسي الفيزياء بصراحة، يعني لفيت عند دراسين كتير قوي ما ارتحتش معاها، مع ان الأدبي مش سهل، الأدبي امم صعب. بس ما حبيت الأدبي عن العلمي بكتير، الفيزياء ما ريحتنيش فخفت بصراحة. وكونتي حلم جوه الادبي الحمد وبقى ليكي لله. حلم. اتمنى انك فعلا ما تستسلميش عن حلمك لا، اللي إن هو ده شاء دلوقتي، الله. مهما كانت الدنيا صعبه، مهما كانت الضغوط، لان إن شاء برضو الله. رغم ان الكليه سهله وموادها حلوه جدا كدراسه، جدا فعلا. بس برضو في مواد محتاجه مجهود، محتاجه انك أيوة. تذاكري. فطبعا عشان تبقي محاميه شاطره لازم تكوني شاطره في المذاكره وعشان تطلعي بتقدير. أيوة. واياكي تستسلمي لان هيجي وقت عليكي وهتقولي انا لا، مش مش قادره، هستسلم. هتستسلمي تاني. لا، لا، مش هستسلم طب هو مثلا يعني. مين دعمك او مين اللي وراكي مثلا في حلمك؟ وبصراحة يعني البيت كله معايا بيدعمني بجد، وكلهم بيدعموني. وبصراحة يعني بابا كان رافض في الأول حقوق، امم بعد كده اما شافني بقى وكده وحباها قال لي خلاص، وكلهم قالوا لي خلاص طب انت حباها خلاص، خلوها تختار اللي يريحها. ما شاء الله تحققي حلمك ان شاء وبالتوفيق ان الله. شاء الله.